يا صباح السعادة لو شايفيننا الصبح، ويا مساء السعادة لو شايفيننا بالليل. فيديو بقى النهاردة هيبقى فيه شوية أفكار هايلين، هيعجبوكي أوي إن شاء الله. هتستفادي منه وهتطلعي بمعلومات مهمة أوي، حيل وأفكار بسيطة. وأول فكرة وأول حيلة هتبقى معانا النهاردة إزاي تلضمي الإبرة بكل سهولة. أول حاجة بجيبه أي ورقة موجودة عندي، وهبدأ إن أنا أتنيها كده لنصين، وهبدأ أجيب طرف الخيط وأحطها كده على بداية الجزء اللي أنا تنيته. وهنا بقى يا حبايب قلبي هعمله على شكل مثلث، وهنا بوريكي شكل الخيط ان انا بظبطه. واكيد انت شايفة ان دي طريقة سهلة جدا. اجيب طرف الورقة وهبدأ ان انا احطه كده في الابرة، وبعد كده اقطع بوز الورقة واسحب الخيط بكل سهولة، وبكده نكون لضمنا الابرة بسهولة جدا. وبكده اكون لضمت الابرة بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا جدا، اي حد يقدر يعملها حتى لو طفل صغير. تاني فكرة بقى هتكون معانا النهاردة، وهي لو عندك اي ازاز ما انتش عايزاه اوعي ترميه. هقولك هنعمل بها ايه نستفاد بيها افادة هايلة. ببدأ بقى ان انا اجيب الجزء اللي انت شايفاه ده، وببدأ ان انا اظبطه بالمقص او بالسكين. وهنا طريقة قطع الجزء اللي انت شايفاه ده بيتقطع معانا بكل سهولة. هبدأ بقى ان انا اجيب الفتحة دي في اي كيس موجود عندك، سواء كيس كان لسان العصفور، كيس شعرية، كيس مكرونة، كيس رز، اي اكياس موجودة عندك. هتبدأي تجيبي البوز بتاع الازازة اللي احنا قطعناها، وتبدأي ان انت تعملي طرف الكيس بالشكل اللي انت شايفاه. وبكده هتسهل معاكي ان الاكياس اللي انت شايفاها دي ما توقعش معانا اي حاجة من اللي احنا بنستخدمها في البيت، سواء كانت مسحي غسيل او تالت فكرة هتكون معانا النهاردة، وهي اكياس التلاجة اللي انت شايفاها دي. وهنا اكياس التلاجة لما بنشتريها بتكرمش معانا كده وشكلها بتبهدل، فبدأت ان انا اطبقها بالشكل اللي انت شايفاه، وهبدأ ان انا احطها في كيس تلاجة عادي خالص، واقفلها من الطرف اللي انت شايفاه ده باي حاجة، سواء سولوتيب او اي حاجة موجودة عندي. وهبدأ ان انا اقصها قصة خفيفة واستخدمها كده زي علب المناديل. طريقة سهلة وبسيطة. هنا بقى لو موجود عندك غطا عبوات المناديل المبللة تقدري تستخدميه، مش موجود عندك هنبدأ ان احنا نستخدم البلاستر. رابع فكرة هتكون معانا هنا يا حبايب قلبي، معظم ادراج المطبخ بيكون فيها الاكياس اللي انت شايفاها دي، وبتبقى مبهدلة الدرج بتاع المطبخ، وشكلها بيبقى بصراحة مش كويس ومش لطيف. فالدرج المطبخ بتلاقيه مفعكش ومنعكش عندك، فهنبدأ نجيب الاكياس سواء كانت احجامها كبير او صغير. ببدأ اجيبها بتطبقها بالتطبيقة اللي انت شايفاها، وهبدأ ان انا اعملها كده على شكل سمبوسك. ودي بتبقى طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا جدا. الاكياس الموجودة عندك على فكرة حتى لو مش هتستخدميها تقدري ان انت ترمي فيها زبالة، ترمي فيها اي حاجة. عندك اكياس كبيرة بالشكل اللي انت شايفاها تعمليها برضو بنفس الفكرة. وهنا بقى زي ما انت شايفين يا حبايب قلبي الفيديو شارح نفسي، ببدأ ان انا اقسمها لنصين، والنصين دول برضو هرجع اقسمهم تاني لنصين، وبعد كده ببدأ ان انا اطبقها كده على شكل سمبوسك، وهنا او على شكل مثلثات لو مش عارفين يعني ايه سمبوسك. اخر طرف بقى بكون بقى ايه بحط فيه الجزء الخارجي. وهنا بقى فكرة الاكياس دي هتنظم معاكي درج المطبخ بطريقة حلوة قوي. تقدري ان انت تحطيه حتى لو في حفظ الطعام مش محتاجاها، هتوفري معاكي برضو ان انت لو خارجة ورايحة اي مشوار تقدري ان انت تشتري لك اكياس من اللي انت شايفاها دي وتحتفظي بيها معاكي في الشنطة. ما بتاخدش خالص اي مساحة، سواء كانت في درج المطبخ او في شنطتك. بصيتي هتلاقي كده الكيسين اللي كانوا في ايديا دلوقتي عاملين مساحة اكبر من الاكياس اللي انت شايفاها. خامس فكرة بقى يا حبايب قلبي، وهي بقى ايه اي اكياس موجودة عندك كده، سواء اكياس تلاجة، اكياس انت محتفظة رز، لبن، خضار، اي حاجة ما بتعرفش تفكيه. فببدأ ان انا ابرم طرف الكيس برمة تكون رفيعة قوي بالشكل اللي انت شايفاه، وهبدأ ان انا اسحبها من الجنب. الكيس بيتفتح معانا بكل سهولة. سادس فكرة بقى السولوتيب، لما انت بتيجي تفتحي بكرة السولوتيب بتتبهدلي قوي، ولو جيتي تفتحيها بتلاقيها كده ايه مش هنشرة معاكي. فالنهارده بقى هقولك على فكرة برضو هتكون سهلة جدا وبسيطة، بحيث ان انت ما تتعبيش وانت بتفتحي بكرة السولوتيب. تقدري ان انت تتنيها تانية خفيفة بالشكل اللي انت شايفاه، هتفتحي البكرة تاني مرة بكل سهولة.
وتاني حاجة تقدري برضو ان انت تجيبي اي دبوس، سواء كان دبوس ابرة او دبوس مطبخ، وتحطيه كده على طرف. سابع فكرة يكون معانا النهاردة ازاي تحافظي على البيكنج باودر او الاكياس اللي هي بتبقى موجودة عندنا كده في التلاجة وما بنعرفش نستخدمها او نحافظ عليها. بنفتح الكيس بالشكل اللي انت شايفاه، وهنا الكيس بتيجي تبص تلاقيه وقع منه وتخدر منه جزء كبير. فببدأ ان انا اقص منه طرف بالشكل اللي انت شفتيه، وهبدأ ان انا اتنيها كام تانية كده، والجزء ده حبايب قلبي هقفل بيه بقى اكياس البيكنج باودر. بكده تكون طريقة سهلة جدا وبسيطة، وفي نفس الوقت مش هتوقع منك اي حاجة. الفكرة بقى اللي كانت في اول الفيديو اللي هي ازاي تلضمي الابرة. اي ابرة هتكون موجودة معانا بالشكل اللي انت شايفاه، اي حد هيقدر ان هو يلضم الابرة في الخيط بعد كده. الحد ده بقى لو كان طفل صغير او حد كبير، ببدأ ان انا اجيب الورقة واقسمها كده لنصين، وهحط بقى الخيط بالشكل اللي انت شايفاه بكل سهولة. وهبدأ ان انا اجيب بقى ايه المقص واقصه على شكل مثلث كده رفيع. الفيديو هنا بقى ما اكتملش، فبدأت ان انا ارجع اعيدلك المقطع ده من تاني عشان تعرفي الطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا جدا. وهنا بقى الفيديو موضح خالص وشارح نفسه. لو وصلت بقى لحد هنا وشايفه ان الافكار دي حلوه ومفيده وتقدري تستفادي منها في البيت، عايزه منك كومنت حلو كده تقولي لي بتتابعيني منين، ويا ترى فيديوهاتي تفيدك ولا مش بتستفادي منها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحبوا بعض.